السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومعكم نشرة الأخبار لحزب التحالف الوطني المصري من مكتب النائب محمد خالد القاضي رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف. بيان: مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة ودوره. مقدم لمعالي السيد اللواء وزير الداخلية لمكافحة الإرهاب والتطرف الفكري وتزايد التحديات، دور المؤسسة الوطنية لتعزيز الأمن الوطني وحماية المجتمع من خطر الفكر المتطرف الذي يهدد السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية. تعمل على مواجهة التحديات والمخاطر المتزايدة المرتبطة بالإرهاب والفكر المتطرف. تم تأسيس هذه المؤسسة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف الفكري مؤسسة بارزة. دور المكتب الفني والإعلامي في تصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة التي تنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، الرأي العام ونشر الوعي بخطورة الإرهاب والتطرف من خلال نشر الأخبار والمعلومات الصحيحة. يساهم المكتب الفني والإعلامي داخل المؤسسة دورا حيويا في توجيهه تزايد تداول المعلومات الكاذبة. إن تداول هذه المعلومات الكاذبة يهدف إلى زعزعة ثقة المجتمع في المؤسسة وتشويه صورتها أمام الرأي العام. تزايد تداول المعلومات الكاذبة والشائعات حول المؤسسة وأنشطتها وقيادتها على منصات التواصل الاجتماعي، ولوحظ ذلك في الآونة الأخيرة. الهجوم غير الطبيعي على قيادة المؤسسة. هذا النوع من الهجوم استهداف مباشرة للمسؤولين الذين يعملون بجد من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد. المؤسسة تمت من خلال ترويج اتهامات وأكاذيب من شأنها الإضرار بجهود مكافحة الإرهاب والتطرف. يعتبر شهدت الفترة الماضية هجوما غير طبيعيا وحملة ممنهجة ضد القيادة. رد فعل السيد النائب محمد القاضي المؤسسة وقيادتها، وأكد على أهمية تكاتف الجهود للتصدي لهذه الهجمات وحماية المؤسسات الوطنية الداخلية والإدارة العامة لاتصالات الشرطة، محذرا من خطورة الأخبار الكاذبة والحملات المغرضة التي تستهدف أمام هذه التحديات. وتقدم السيد النائب محمد خالد القاضي بعرض موجز للوزارة. ملاحظات وزير الداخلية ورئيس الإدارة العامة لاتصالات الشرطة: اللازم لمواجهة هذه التحديات بكل حزم وتعزيز ودور المؤسسة في حماية البلاد من خطر الإرهاب والتطرف الفكري وشرطة عن قلقهم البالغ إزاء تزايد حملات التشويه والأخبار المغلوطة، وشدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات من جانبهم. ودمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.